سيدنا السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الموديل بحال هذا. كيف كتشوفوا غنحاولوا نختصروا لكم الامر. يعني كيف كتشوفوا كسوه يعني تركيه مكرشه من عند الركبه، وفيها الصديفات في الطوق ديالها، وبالكول يعني بالكول ديال القميجه، وفيها لاستيك في الكميمات. غادي نشاركوا معكم ان شاء الله من هذا التوب هذا الطريقه ديال الخياطه ديالها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. كيف تشاركنا معكم الطريقه ديال الفصاله في الفيديو السابق. المهم الفيديو السابق راه كاين في القناه، اللي بغى يدخل ليه، وغادي نحاول نحط لكم في التعليق المثبت ديال الفصاله. وهذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم الطريقه ديال الخياطه ديالها، وغادي ندوزو معكم دابا مباشره الطريقه كيفاش غادي نخيطوها. سيدنا السلام عليكم، نبداو معكم بسم الله الخياطه. الطريقه ديال الخياطه، راه غتكون ان شاء الله سهله وسريعه جدا. كنتمنى ما تبخلوش علينا بالمتابعه وحتى لايك ما عندكم. ونبداو معكم بسم الله. اول حاجه غادي نديروها اننا غادي نجيبو الظهر ديال البياسه، هو هذا كيف كتشوفوا. نحاولوا نزديوه مع الامام ديال البياسه، يعني نزديو الظهر مع الضفات الاماميين ديال البياسه. دابا غادي نجيو من بعد ما زدينا البياسه كيف كتشوفوا، جمعنا هادو بالسورجي، يعني زديناها وجمعنا هادو بالسورجي. كنجيو هنا لهاد الهبطه الاماميه، يعني هاد الضفات الاماميين، وكنحاولوا نتنيو ديك الماده اللي خلينا، هاد الماده اللي خلينا هنا كنحاولوا نتنيوها بهاد الطريقه هادي. كنتنيو هذيك 3 سنتيم اللي خلينا الامام، كنتنيوها بهذه الطريقه هذه. كنحاولوا نتنيو واحد نص سنتيم بهذا الشكل هذا، كنتنيو واحد نص سنتيم، وكندوزو الخياطه على الحاشيه هنايا باش نعاودو نتنيو بهذه الطريقه هذه، يعني باش تجينا السورجي مدفون. تبعوا معنا الشرح وشوفوا الطريقه كيفاش غنديروها. المهم كندوزو كيف كتشوفوا هاد البوينتات بهاد الطريقه هادي، يعني كندوزو 2 سنتيم ديالنا هنايا، كنقادوها. يعني كفنا هاد الباندات، كفنا هنايا 2 سنتيم ديالنا، يعني 2 سنتيم اللي كنكفو هنا، زائد سنتيم طويناه لتحت هي 3 سنتيم. دابا كنجيو هنا لدورة العنق الخلفية، كنحاولو كنعلموها من الوسط ديالها، كنتنيوها بهاد الطريقة هادي، كنعلموها من الوسط وكنعبرو يعني هاد النص اللي عندنا من هنا بهاد الشكل هذا. عندي 23، يعني 23 سنتيم ونص. هاد 23 سنتيم ونص كنصايب ليها الكول. كنحاول انني نصايب الكول، يعني كنطبقو بالقاعدة اللي وريتكم، كنطبقو على الفيزلين هو الاول. كنحاول كنطبق الكول ديالي على الفيزلين، يعني داك الباندا اللي بغيت فيها 2 سنتيم كندير هنا 2 سنتيم ونص، كندير هنا 2 سنتيم ونص. عندي ديك الباندا فيها 2 سنتيم ونص التحتانية. والكول هنا عندي فيه 6 سنتيم، درت فيه انا 6 ونص، درت فيه حتى 7 سنتيم ماشي مشكل. يعني ممكن انكم ديروا 6 7 8 ماشي مشكل، ولكن كديروا داكشي اللي بغيتو يكون في الكول بالضبط. يعني كنخليو داكشي اللي ديال الخياطة كنخليوه خارج على الكول. وبالنسبة لهنايا الطول، كنحاولوا اننا كنجيبوا هاد الباندا هادي ونقصوا عليها شويه، يعني كنقصوا عليها 2 سنتيم بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. كنقصوا من هنا 2 سنتيم، كنحاولوا كنطلعوا مع هاد الرويس واحد شويه، يعني وكنعطيو الابار اللي عندنا هنا. دائما هذا كيتحكم لنا في هاد الابار ديال الكول هاد الفوقاني. دابا هادو غادي نطبقوهم، يعني غادي نلصقوهم على الكول بالفيزلين. غادي هاد الفيزلين هذا غادي نلصقوه على الكول، ونوريكم الشكل ديال الكول باش غنديروه. دابا غادي نبداو نصايبو معكم الكول ان شاء الله بهاد الطريقه هادي. كيف كتشوفوا من بعد ما قادينا دابا الكول ديالنا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، يعني هذه هي الطريقه باش غادي تقادوا الكول. يعني من بعد ما كتطبقوه على الفيزلين، كتحاولوا انكم تثبتوا الفيزلين فوق الثوب، وبهذه الطريقه هذه كتبداو كتصايبوا يعني الثوب ديالكم او الكول ديالكم بالشكل هذا. كنتمنى يعني تكون سهلت عليكم الامور في هذه المساله هذه. دابا غادي نبداو ان شاء الله نطبقوا معكم الشرح. اول حاجه غادي نقادو هذا الكول هو الاول. هنا كيف كتشوفوا ملي كنبغيو نخيطو كنمشيو مع الحاشيه ديال الفيزلين هنا.
كنحاولوا نديروا واحد الطريف ديال الخيط في الزوايا ديال هذا الكول هذا، باش نحاولوا اننا كنخرجوا يعني الزاويه ديال الكول بشكل صحيح. بعد ما كنكمل الكول ديالي بهذه الطريقه هذه كنحاول نصلحو، ندوز ليه مصلوح يعني، وكنحاول نعلم ليه الوسط ديالو بهذا الشكل هذا. نجيب هذا الطرف هذا ديالي حتى هو كذلك هو مثال، كنحاول ندوز نطيح هاد التويب هذا كيف كتشوفوا، نطيح هاد السنتيم هذا وندوز عليه واحد الكوتوره يعني لا نص سنتيم تقريبا، او الفرق ديال الصباط. كنحاول نطبق الكول بهذا الشكل هذا، وكنخدمو كنجمع من هاد الكرانه هذه، نجمع لهاد الجهه، ومن هاد الكرانه هذه كنجمع الجهه الثانيه بنفس الطريقه. دائما كنخيطو ان هاد السنتيم كنخليه متني يعني باش ما يجينيش خارج.
دابا من بعد ما كنقاد الكول ديالي كنحاول نعلم الوسط ديالو وكنركبو يعني في البياسه. كنجيب البياسه بهذا الشكل هذا وكنحاول نركب الكول بهذه الطريقه هذه، يعني كنركبو على الوجه ونتنيه يعني على الظهر بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. غادي نحاول ان شاء الله نجيب الكول ديالي بهذه الطريقه هذه. كنحاول نركبو يعني كنطيح هاد التويب هذا بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا، كنطيحو من الداخل. دائما نحاول نحافظ على الزوايا ديال الكول باش يجيني مزيان. بهذا الشكل هذا كنخدموا الكول ديالنا كيف كتشوفوا. دابا هنايا خدمنا الكول ديالنا هو هذا، يعني كول شوميز او كول قميجه، يعني كيجيب بواحد الشكل بسيط وسهل في الخدمه ديالو بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. دابا غادي نكملوا معكم ان شاء الله الخدمه ديالنا، نكملوا معكم يعني باقي الشرح. دابا انا غادي نمونطيو الكميمات. قبل ما نمونطيو الكميمات غادي نحاولوا اننا نديروا يعني داك التكريش اللي كيكون عندنا في الاسفل ديال هاد الكسوه هادي. غادي نحاولوا نخدموه هو الاول، المهم بهذه الطريقه هذه كنحاولوا نقادوا هاد البانسات هادو، كنحاولوا نقادوا هاد الحفظه ديالنا بهذا الشكل هذا، نقادوها ونجيو حتى الاسفل ديالها وكنحاولوا نثبتوها، يعني كنثبتوها بشكل مقاد بهذا الشكل هذا، يعني باش ما تجيناش شي بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. كنحاولوا نقادوها من الفوق بهذا الشكل هذا ونثبتوها بهذا الشكل هذا هو الاول. عاد نركبوا ليها طريفات ديالها. دابا غادي نصلحوا ان شاء الله البياسه باش يتبريس لنا الثوب، يعني يوقف على الجهه ديالو، ومن بعد نكملوا معكم الفيديو. المهم بعد ما لصقنا الكول ديالنا كيف كتشوفوا حاولنا اننا نصلحوا البياسه ديالنا وثبتنا، يعني هاد الباندات هادو كنثبتوهم بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. كنحاولوا نثبتوهم بهذا الشكل هذا يكونوا مقادين من الفوق من هنا، وثبتوهم بهذا الشكل هذا، يعني نثبتوهم يكونوا مقادين من هذا المكان هذا. كنتمنى تكون المساله واضحه. كيف قلت لكم كنحاولوا نثبتوهم بهذا الشكل هذا، يعني كنثبتوهم بالفنيتات يكونوا مقادين الباندا ديالنا باش منين نديروا العوينات هنا تجينا المسافه مقاده، يعني يجينا الصديفات مقادين. غادي نحاولوا نثبتوا هاد التويبات هادو مع بعضياتهم هنايا.
بهذا الشكل هذا، ونحاولوا نعلموا الوسط ديال هاد الامام ديال هاد الكسوه هذه او هاد العبايه، نعلموا الوسط ديالها ونجيبوا الطرف اللي خلينا فيه 50 سنتيم في الطول ديالو، وفي العرض ديالو خلينا فيه متر ونص. غادي نجيبوه كنديروه بليات هنايا. بالنسبه للبليات كنديروه بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا، كنديروا البليات بهذه الطريقه هذه. دابا انا خدمت الخلف يعني باش ما نطولش عليكم في الفيديو، كنحاولوا كنديروا البليات ديالنا. حنا شيطنا فيه متر ونص، يعني هذيك المسافه راه كبيره، ولكن كنخدموا البليات بخاطرنا، وداكشي اللي كيشيط لنا في الاخر ديال البليه كنحيدوه يعني بشكل عادي، ما كيوقع لنا حتى شي مشكل، وكتجينا المساله سهله. بهاد البليات اللي كتشوفوا هنايا، هاد البليات اللي عندنا هنا هما اللي كنخدموا بهم، يعني كنديو بليات بيدينا عادي، ومن بعد ما كيشيط لنا واحد الطريف هنايا كتشيط لنا مثلا واحد 15 سنتيم ولا 10 سنتيم كنحيدوها، وغير المسافه اللي غادي تشيط لينا في هذه الجهه كنشيطوها في الجهه الثانيه. دابا المرحله ديال تركيب الكمام، كنركبوا الكمام ديالنا ونجمعوها من الجناب. دابا جات مرحله اننا كنركبوا لاستيك للكم، يعني كنحاولوا اننا كنعبروا لاستيك على الدوره ديال المعصم بهذه الطريقه هذه، وكنركبوا لاستيك في الدوره ديال الكم هنا في راس الكم. الطريقه باش غادي نركبوا لاستيك ان شاء الله نتشاركوها معكم حتى هي. كنحاولوا نديروا لاستيك ديال 2 سنتيم مثلا او لا سنتيم ونص، المهم كيبقى لكم الاختيار.
بعد ما كنركبوا لاستيك ديالنا بهذه الطريقه هذه، هنا كنجيو دابا لهاد الجلال ديال الكسوه، كنحاولوا اننا كنكفوا فيه 2 سنتيم اللي خلينا. من بعد الطريقه هذه نكونوا قربنا يعني نساليو الكسوه ديالنا. دابا هنا بقى لينا اننا كنصايبوا الصديفات من الثوب، يعني كنحاولوا نلبسوا الصديفات من الثوب، يعني كنلبسوا الحجم اللي بغينا، وكنديروا العوينات، يعني كنصايبوا العوينات ديالنا. يعني العوينات كنصايبهم بجوج طرق، يا اما كنصايبهم بالماكينه اللي تشاركت معكم ديجا في القناه، تشاركت معكم من قبل في القناه الطريقه باش كنصايبوهم. يعني كنديروا لا ريطمو على العوينه من هذه الجهه ومن هذه الجهه، ونعاودوا من هذه الجهه ومن هذه الجهه بطريقه عاديه بالماكينه عاديه. اولا غادي نوريكم واحد اللقطه من الماكينه اللي كنصايبوا بها العوينات، حبذا لو انها كانت موجوده يعني عند بعض الناس. ماكينه ديال الزيكزاك كتكون صغيره، يعني كتكون الثمن ديالها رخيص، كنكونوا حاطينها على حساب العوينات. اولا الا كانت شي مبتدئه في الخياطه كتكون عندها اصلا ديجا، كتكون عندها هاد الماكينه هذه، لانها هي باش كيبداو الناس كنصايبوا بها العوينات. كتكون ماكينه ديال الزيكزاك صغيره. انا غادي ان شاء الله نصور لكم واحد الخيطه ونصايب معكم واحد العوينه، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديال البياس ان شاء الله. السلام عليكم من جديد. المهم الطريقه باش كنصايبوا العوينات هي هذه، او الماكينه باش كنصايبوا العوينات هي هذه. عندي سانجير زيكزاك، هذه كتسمى سانجير زيكزاك، يعني ماكينه صغيره موتور صغير ولكنها بلانديه، يعني ديال الحديد، ماركه مزيانه. المهم الطريقه باش غادي نصايبوا ان شاء الله العوينات بهذه الطريقه هذه. كنصايبوا العوينه ديالنا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا هنا، يعني كنصايبوا العوينه ديالنا. الطريقه باش غادي نصايبوا العوينه هي اننا كنحاولوا نطراسيو العوينات ديالنا كاملين بشكل مقاد، يعني كنعبروا العوينات ديالنا بشكل مقاد، يعني كيكون واحد العبار ما بيناتهم تقريبا 8 سنتيم 9 سنتيم، كيكون ما بين العوينه والعوينه. يعني كتحبوا تقربوهم تحبوا تبعدوهم شي شويه تبعدوهم، ولكن 8 سنتيم يعني هي الحد يعني المسموح به، او الحد يعني اللي كيجي مزيان في العوينه. الطريقه باش غادي نصايبوا العوينه هي اننا كنريقلوا الماكينه ديالنا على هاد الريكلاجات اللي عندنا. كيف كتشوفوا هنا عندنا خياطه، يعني خياطه خط واحد، وعندنا هنايا يعني زيكزاك. زيكزاك كيبدا عندنا 5 المراحل. المرحله الكبيره يعني زيكزاك عريض بزاف، مرحله يعني المرحله الاولى هي خياطه، المرحله الثانيه هي زيكزاك قليل شويه، زيكزاك زايد واحد شويه، زيكزاك يعني كبير، وهنا الزيكزاك الماكسيموم ديالو كبير بزاف. هنا كتحدد لينا البره واش كتضرب في الوسط ولا في الجنب. هنا غنحددوا البره تضرب لنا في الوسط، والزيكزاك كنحددوا المسافه الثالثه يعني ماكسيموم ديال الثالثه. وغادي نخدموا بهذه الطريقه هذه. غنحاولوا اننا نخدموا واحد 4 ضربات ولا 5 بالزيكزاك هذا الكبير، هذا الزيكزاك الكبير النمره 4. من بعد كنحاولوا نردوه يعني النمره 3، وكنخدموا يعني بشكل عادي. هنا كنحاولوا ثاني نضربوا واحد ضربات 4 ضربات ولا 5 بهذا الشكل هذا، ونحاولوا نخليو البرا، يعني من بعد ما كتضرب لينا البرا كنحاولوا البرا تخليها تضرب لينا في الجهه الثانيه. كنهزوا الصباط ونخليو البرا هابطه لتحت، ونقلبوا الثوب بهذا الشكل هذا، ونرجعوا مع الجهه الثانيه، يعني بهذا الشكل هذا كنحطوا وكنرجعوا مع الجهه الثانيه بهذا الشكل هذا. بهذا الشكل هذا كنصايبوا به العوينه ديالنا كيف كتشوفوا، يعني كنصايبوا العوينه ديالنا بهذا الشكل هذا. دابا هنا كنديروا العقيدات ديالنا كنلبسوهم من الثوب ونركبوهم لهاد الكسوه هذه العبايه هذه، ونوريكم دابا الشكل النهائي ديالها. المهم سيادنا هذا هو الشكل النهائي ديالنا كيف كتشوفوا، يعني كطلع شي حاجه راقيه زوينه. يعني كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وديروا اشتراك في القناه باش توصلوا بكل جديد. كتشوفوا
كنتمنى الشكل يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تبخلوش على اللايك وديروا اشتراك للقناه ان شاء الله اللي مازال ما مشتركش، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.